ازيكم يا شباب، ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنتكلم على ازاي نحل مشكله الباك اند مع الفرونت اند. يعني دلوقتي احنا عملنا بلان وعملنا الاي ار دي، معرفناش لسه فكره ان هو ازاي بقى الاتنين دول هيكلموا بعض، يعني الباك اند هيكلم ازاي فرونت اند، واليو اي هيكون شكلها عامل ازاي. الكلام ده كله بيكون مشكله كبيره جدا بالنسبه عامة الناس ان هي بتشتغل في الباك اند لوحدها، والناس اللي هي بتشتغل في الfront end لوحدها. جه بقى ال AI عشان يوفّر حل للموضوع ده. إيه بقى الحل المثالي للكلام ده كله؟ إحنا بناءً على ال ERD والplan اللي إحنا عملناها، إحنا بنعمل mocking UI مجرد demo ده يقدر إن هو يفرّغ الكلام اللي في دماغنا ده لحاجات زي اللي إحنا شايفينها دلوقتي، حاجة interactive، حاجة نقدر إن إحنا نتحكم فيها. عشان أنا كback end أعرف إزاي أعمل حاجة زي كده، وأنا كfront end برضه أبقى فاهم إيه اللي أنا داخل أعمله، تمام؟ مش مجرد business document وخلاص على كده. فتعالوا بقى إن إحنا نشوف إزاي نعمل حاجة زي كده، ولكن عن طريق Google AI Studio. بكل بساطة Google AI Studio هو بيتيح لك إن أنت تقدر تعمل project كامل UI أو حتى كمان Next.js أو Angular، عن طريق إن أنت بس تchat معاه وتقول له إن أنا عاوز أعمل كذا. أنت لو فتحت aistudio.google.com كده، فهو خلاص هتلاقي إن هو في عنده settings هنا. إحنا طبعًا هنختار Gemini 3.1 Pro أو whatever الموديل اللي بقى موجود في الوقت اللي أنت بتتفرج عليها فيه. فمثلًا ممكن يكون عندك هنا default زي ما أنا شايف هنا هو Gemini 3 Flash Preview، ولكن أنا طبعًا مش محتاج إن أنا أشوف الGemini Flash، مش محتاج هنا برضه Gemini Flash Let Preview، محتاج اللي هو Gemini 3.1. ليه بقى؟ عشان هو طبعًا دلوقتي محتاجين إن إحنا نبني project، محتاجين reasoning عالي، فعشان كده محتاجين Gemini Pro. طيب، هنا في حاجة اسمها system instructions، ودي حاجة أنت بتكتبها له عشان ياخد باله منها وهو بيعمل الprojects عامةً اللي أنت بتعملها. whatever بقى الproject هو إيه. لو أنت مثلًا عندك style معين في الكتابة، عندك style معين في استخدام الألوان، حاجات زي كده، فده طبعًا هيبقى كويس جدًا ليك. زي مثلًا استخدامك مثلًا يقول لك هنا إيه you will always use emojis instead of SVG icons مثلًا. أنا في حالتي هاقول لأ، ما تستخدمش الemojis خالص. هاقول له هنا مثلًا don't change model string found in code، أو هنا بيقول لك avoid using gradients زي مثلًا الAI slopes اللي هي الموجودة في كل مكان، اللي هي بتكون purple أو أرورا الكلام ده كله. هنا بقى الframework اللي أنت بتستخدمها، أنا هنا هاستخدم react. ممكن تستخدم Next.js وتعمل الproject كله على Next.js، وهنا ممكن تستخدم Angular. طبعًا أنت لو تقدر إن أنت تدفع أكتر فبتاخد usage أعلى، ولكن أنا مش محتاج دلوقتي إن أنا أدفع خالص، لإن أنا باعمل mock up، مش باستخدم Google AI Studio إن هو يعمل لي كل حاجة يعني، مش vibe coder. في نفس الوقت أنت ممكن تستخدم الميكروفون as a source، بحيث إن أنت بدل ما تعمل prompting لأ، أنت ممكن تستخدم ميكروفون، ولكن أنا باحب أكتب حاجة بإيديّا عشان بافكّر فيها مرّة و2 و3. بس وهنا بقى بتبدأ إن أنت تكتب الprompt بتاعتك، ولكن before إن أنا أبدأ أكتب الprompt، هابدأ إن أنا أبعت له الdata بتاعتي الأساسية اللي هي الcontext بتاعي، واللي هو هيكون عبارة عن إيه بقى، هيكون عبارة عن الdocs اللي هي الplan اللي إحنا عملناها قبل كده، زائد كمان إن أنا هابعت له الdatabase schema اللي إحنا برضه عملناها، عشان في الprompt اللي أنا هادّيها له هاستخدم فيها الحاجتين الdatabase schema وفي نفس الوقت الprompt. لازم كلّهم يكونوا .txt عشان هو مش بيقبل أي ملفات تانية، حتى مش بيقبل الAMD file، فأنت ممكن تستخدم txt بس. أنا عارف في حد تاني هيقول لي ليه ما استخدمتش Claude Design والكلام ده كلّه. أنا باحب بصراحة أستخدم Gemini في التصميم أكتر من Claude، ولكن ما فيش مشكلة في Claude، يعني أنت ممكن تروح تستخدمه أو ممكن حتى تروح تستخدم Figma يعني. وكمان في Figma بيستخدم Gemini أو كمان بتستخدم Stitch whatever اللي أنت
بتحبه، ولكن أنا هنا باختار الsolution الأسهل، وفي نفس الوقت الsolution اللي يديني النتيجة اللي أنا عاوزها. محتاج إن هو يطلع لي reusable components باحتمال مع anti-gravity، فباحب إن أنا برضه أستخدم الحاجات المجانية أكتر في الحاجات اللي زي كده، عشان برضه إن أي حد ما عندوش إن هو يقدر إن هو يدفع مثلًا مقابل subscriptions عشان مجرد تجربة، فهو يشوف الحاجات المجانية اللي هو يقدر يستخدمها يعني. دلوقتي أنا هاتخيل نفسي بقى إن أنا front end designer، فالprompt بتاعتي باقول له هنا إن أنت هتعمل build لproject manager dashboard for manager role. لازم أدّي له الrules rule by rule، عشان ما ينفعش إن أنا مثلًا أقول له أنت هتعمل الmanager rule وفي نفس الوقت هتعمل الportal الخاصة بالclient، وفي نفس الوقت هتعمل الportal الخاصة الuser الemployee. فده كده هيخلّي ممكن يكون فيه hallucinate شوية، context اللي أنا عطيته له برضه مش حاجة قليلة خالص، فأنا محتاج إن أنا أخلّيه بقى يركّز على حاجة معيّنة. يعني أنا عطيت له كل الcontext اللي معايا، ولكن الأحسن بقى إن أنا أخلّيه بقى يfocus على حاجة معيّنة عشان يطلّعها لي بأفضل جودة يعني. طيب في الوقت ده بقى أنا هابدأ إن أنا أشرح له إن حاجة زي كده، إن أنا باعمل layout الأول خالص، فباقول له مثلًا إن أنا عندي هنا left sidebar with navigation زي مثلًا dashboard projects tasks report وteam client request and AI summaries زي اللي أنتم شايفينه قدام منكم ده كده. هنا كمان أنا باشرح له بقى إن الdashboard دي بيكون فيها إيه، 4 state cards at top فيها بقى الحاجات دي اللي هو total project tasks this week and report pending review and client request pending. ده الstats card أنا محتاجها كadmin عشان أقدر إن أنا أشوف إيه الدنيا اللي شغالة عندي. بعد كده بقى أبدأ إن أنا أفصّل له كل حاجة بالتفصيل، يعني مثلًا a recent activity زي دي كده، بيبقى فيها list of recent actions زي report submitted task completed request received الحاجات دي كلها، عشان أقدر إن أنا آخد overview عن اللي حصل آخر فترة. وهنا a task by status bar charts pending in progress and completed or blocked عشان أعرف برضه الstatus بتاعتي في الproject عاملة إزاي. وآخر حاجة هتكون الteam workload، مين اللي يقدر ياخد مثلًا task تانية، مين اللي هو خلاص مينفعش ياخد أي تاسكات تانية، بحيث إن أنا مثلًا أخفف من على بوب شوية وأوديها مثلًا لتشارلي وهكذا. هنا دي بقى حاجات أنا باكتبها بقى للAI عشان يبدأ اللي هو ياخدها في اعتبار، يعني منها consideration إن الdata لازم تكون mock data hard code type slash api.ts للprojects tasks reports عشان يقدر هو يشوف الUI structure والdata relationships، عشان بعد كده إن إحنا ناخد الAPI ونfetch الdata as is من غير ما إحنا نغيّر حاجات كتير جدًا. فده هيوفّر علينا وقت، إن إحنا خلاص عندنا data already هنشيل الdata الstatic ونحط الdata الdynamic بتاعة الAPI وخلاص على كده. ودي برضه هتدّي فكرة front end إن هو لازم يستقبل data زي كده، وبرضه هتدّي فكرة للback end إن هو خلاص هو عنده الschema بتاعة الdata هو لازم يبعتها للfront end بالشكل ده. user clean professional design dark sidebar light content area الكلام ده كله. define constant color schema for status pages use icons for state مش عارف إيه. طبعًا أنا هنا باقول له إن shadecn ممكن تخلّيها reference لdesign للcomponent بتاعتك، بس إحنا هنعمل our own variants use tailwind CSS class make it responsive. طيب في حبّة حاجات هنا في الprompt دي أنا لقيتها إن هي ما نفّذتش كل اللي هو عاوزينه، ولكن يعني إحنا هنزوّد عليها بس الحاجات البسيطة دي خالص. عانيت شوية معاه في حكاية إن هو يعمل حاجة responsive للdevices كلّها، فأنا هازوّد بس عليها حبّة الconstraints دي، أنا برضه هاسيبها لكم في الprompt بتاعتنا تمام. هتلاقوا برضه حاجة جميلة جدًا في Gemini اللي هو هنا بيقول لك إن أنت ممكن تتag tab عشان يقدر هو يكمّل لك تكملة تلقائية زي مثلًا and accessible for whole app حاجات زي كده. هنا أنا هاكتب له برضه إن we need
to make it more support for tablet and mobile view responsive and mobile friendly. دي احنا ممكن نضيفها كحاجة في ال important. الفكرة كلها إن أنا بقول له إن هو ما يضيفش colors gradient colors ولا يضيف الblue ولا يضيف ال AI stop UI اللي هو بيضيفها طول الوقت. تمام، دي أنت ممكن تحطها كحاجة في ال instructions system instructions. Make sure you are on the plan and ERD and types relation. Follow the ERD and the plan. دي أهم حاجة برضو. هنا برضو أنا بقوله project list pages add project page show the table column. طيب أنا هنا مفروض دي أخليها بقى في الإتراتيف مش هنا خالص، ولكن تعالى نشوف هو ممكن يقترح إيه علينا هنا. Also ensure the UI is intuitive and creative, avoiding exclusive curves and prioritizing natural fee. طيب هنا ممكن نستخدمها بدل اللي هي don't use دي، بس تمام ممكن نخليها معانا. اوكي، ونتك build. نخليه ياخد وقته في التفكير شوية، هنا بياخد 10 ثواني. أنا بحب بصراحة أفتح الحاجات دي وأقعد أشوفه وهو بيفكر بقى. هنا بيقترح عليك حبة UI، مثلا يقولك high distance sleek interface clean minimalism. أنا بفضل بصراحة clean and minimalism. بس نشوف الحاجات التانية sophisticated dark. sophisticated dark بصراحة مش حلو frosted glass، لكن ممكن اسكيب واشوف هو عمل ايه. بس for the record يعني ممكن ياخد سكرين شوت من الحاجات اللي عجبتني عشان اقول له مثلا انا عجبني مثلا الفروستد جلاس مثلا، او عجبني السوفيستيكيتد أم اوكي، او مثلا كريم مينيماليزم برضو حلو. so far so good. بعد كده انا ممكن اعمل كده برضو سكيب عشان اشوف اليو اي اللي هو بيعملها whatever بقى انا اخترت ايه. فزي ما انتم شايفين هو كده عمل هيدر وعمل سايد بار وعمل كمان الافاتار هنا ك reusable component زي مثلا avatar badges cards and progress bar. حلو، حط المارك داتا، عمل users، عمل mark state، عمل activity، الحاجات اللي احنا قلنا عليها workload utility I think عمل هو الحاجات الخاصة ب containment عشان يقدر اللي هو يعمل بيها reusable component هي CN دي حطها في ال utility. بدل إن هو يعمل components خاصة بداشبورد زي مثلا activity feed ال status card ال tasks charts، الحاجات دي كلها المفروض الحاجات دي تكون component، فهو طبعا حاططها تحت ال component layout. كويس إن هو عمل كذا layout. اوكي هو كده خلاص خلص يعتبر، فهو عاوز يورينا الشغل بتاعه. عملوا minimalism. واو. طيب هو عمله مختلف خالص عن احنا كنا متوقعينه من الناحية التانية، ولكن ده كويس وده كويس برضه مفيش مشكلة فيه، ولكن محتاجين بس اللي هو يكون better organized عشان شايفين زي ما انتم شايفين كده ايه team load المفروض هو يكون تحت مش فوق هناك كده جنب ال progress bar، وال recent activity يكون هنا. محتاجين برضه اللي هو يكون في حبة ضوابط على السيرش والكلام ده كله. فخلينا ان احنا نديله كمان، خلينا احنا نديله كمان صورة. وهنا الصورة اللي احنا كنا واخدينها من الفورست دي بصراحة عجباني جدا. انا شايف ان هي جامدة صراحة، انا كمان ممكن انزلها عشان ممكن استخدمها في مشاريع تانية. بعد كده هقول له هنا ايه stick with this design attached
بالإضافة كمان إن أنا ممكن أقول له الteam work load should be under tasks by status and recent activity should be enhanced as UX and UI. بس بعد كده أهم حاجة برضه إن أنا أتست وراها على طول عشان أشوف إذا كان هل فعلا responsive ولا لأ. responsive كويس جدا. تابلت جميل. تمام، خلينا إن احنا نبعت بقى الكلام ده. طيب أنا برضه شُفت حاجة غلط موجودة في الكود اللي هو بيكتبه، إن هو دايمًا بيكتب مثلًا shadow بعد كده يكتب الvalue بعد كده كمان يكتب RGBA وإن هو هتكون الvalue بتاعة الcolor وكده. فأنا بصراحة مش حابب فكرة إن هو تكون حاجة زي كده، فممكن نقول له هنا don't ever use hard coded. زائد كمان إن أنا عاوز يعني صورة للأفاتار هنا، ومش عاوز اللي هو أفاتار في كل حتة كده، عاوز هي تكون drop down من هنا. دي ممكن نخليها حاليا. عاوزين برضو اللي هو يكون ال recent activity enhanced عشان يكون في overflow، والoverflow بتاعه يكون يعني كويس. تمام. ده برضو عاوزه اللي هو يكون active. فأنا هنا أول حاجة هقوله should not use hard coded values in Tailwind CSS classes like these samples. وهنا اديله السامبلز بتاعتي. تاني حاجة محتاج ان هو يكون في overflow على recent activity. need to enhance and adding nice looking overflow that fit our design. تمام. Send and have our color scheme. تالت حاجة هو task by status، محتاج اللي هو يكبر شوية، بس أنا ممكن أقوله هنا إيه، أو ممكن أخدها copy. need to be alive and over should give me visual feedback. تمام. رابع حاجة الجزئية اللي فوق دي كده كلها. طبعا أنا ممكن أعمل هنا حاجة اسمها focus mode، لسه هنجيلها قريب، بس خلينا بس أول حاجة نشتغلها بالطريقة العادية اللي احنا بناخد سكرين شوت وكده. هنا I want the search and notifications and avatar be alive or alive. Search should have some drop like any search and autocomplete. Notification and lists and mark as read.
وهنا الأفاتار should have drop down menu with items of profile settings and log out. حلو. everything responsive and mobile friendly and don't fall for any AI slop. بس وبعد كده بقى نسيبه يشتغل مع نفسه شوية. بجد أنا عجبتني جدًا الUI اللي هو عملها، شايف الoverflow الجميل ده، هو بس كان المفروض هو يكمّل يعني مثلًا recent activity لغاية الآخر هنا بس تمام، ما فيش مشكلة. هنا بُص الhover ده، واو! تمام، حلو برضه الsearch notifications mark as read إيه readed وإيه اللي مش readed view all notifications. وهنا طبعًا حَط لي avatar وقال لي هنا أنت أليكس وهنا profile وهنا settings وهنا log out nicely done. كمان كله شغال، يعني يمكن دي بس فيها مشكلة شوية، ولكن أنا شايف إن هي جميلة برضه.